بعد الوقعات المفاجئة والابتعاد عن الصورة، الاكتساح الأخضر واليابس سنة 2013، وبعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا اعتزل أبو تريكة، ومن هنا كانت بداية السقوط. الأهلي في 2014 خسر من أهلي بني غازي ذهاب وعودة، وراح الكونفدرالية البطولة الأقل وكسبها. وسنة 2015 المغرب التطواني خسر الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والأهلي برضه راح الكونفدرالية وخسرها. وسنة 2016 خسر من دور المجموعات وخرج. وسنة 2017 خسر النهائي ضد الوداد. وفي 2018 خسر النهائي ضد الترجي بسيناريو هو الأسوأ في التاريخ. وفي 2019 خسارة كارثية ضد صن داونز ب5-0، ومن هنا كانت بداية الصحوة والغضب. في 2020 أخيرا البطولة خضعت والأهلي كسب الزمالك بالقاضية ممكن. وفي 2021 العاشرة على إيد كايزر تشيفز. وفي 2022 حصل كبوة وإخفاق ضد الوداد، بس رجع الأهلي من تاني في 2023 ومرحلة الانتقام ضد الوداد برضه في نفس الملعب بجون لمحمد عبد المنعم. وفي 2024 تأكيد السيطرة ومكسب ضد الترجي علشان تكون محصلة زعيم أفريقيا ب 12 بطولة أفريقية. ودلوقتي الأهلي رايح كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة اللي العالم كله بيستعد لها بكل قوة حرفيا. وفوق ده كله هيكون متواجد في ماتش الافتتاح اللي أنظار العالم كله عليه، فعلى ميسي والعالم كله الحذر.